السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان معجزات الآخرين. قلنا في حلقة قبل كده إن الكاذبين والمحتالين والنصابين ممكن يعملوا معجزات، وأيضا الأنبياء في الكتاب المقدس عملت معجزات عظيمة وهائلة لم يفعلها يسوع نفسه. فهل هؤلاء الأنبياء آلهة؟ وإذا كان المقياس في مسألة الألوهية هو المعجزات، فلماذا لم يعبد النصارى هؤلاء الأنبياء؟ تعالوا كده نشوف بعض المعجزات الموجودة في الكتاب المقدس التي فعلها الأنبياء. حزقيال على سبيل المثال أحيا جيش بالكامل. حزقيال أحيا جيش بالكامل. سفر حزقيال 37:10 يقول النص: فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. يبقى حزقيال أحيا جيش عظيم جدا جدا. يسوع لم يحيي جيش عظيم جدا جدا. فهل حزقيال إله؟ هل حزقيال إله؟ إيليا أيضا يحيي الموتى. في سفر الملوك الأول 17:17 يقول النص: وبعد هذه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جدا حتى لم تبقى فيه نسمة، فقالت لإيليا: ما لي ولك يا رجل الله؟ هل جئت إلي لتذكير إثمي وإماتة ابني؟ فقال لها: اعطيني ابنك. وأخذه من حضنها وصعد به إلى العلية التي كان مقيما بها وأضجعه على سريره وصرخ إلى الرب وقال: أيها الرب إلهي، أيضا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها؟ فتمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال: يا رب إلهي، لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. يبقى إيليا أحيا الموت. إيليا بيحيي الموت. فهل إيليا هو الله؟ أيضا إيليا شق البحر بثوبه. إيليا يشق البحر بثوبه. في سفر الملوك الثاني 2:8 يقول النص: وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء فانفلق إلى هنا وهناك فعبر كلاهما في اليابس. يبقى إيليا بيحيي الموتى ويستطيع أن يشق البحر بهدومه. فهل إيليا هو الله؟ لماذا لم يعبد النصارى إيليا إذا كان الأمر عندهم مجرد معجزات؟ اليشع أيضا يحيي الميت، ولكن يحييه وهو ميت. يعني في سفر الملوك الثاني 13:21: وفيما كانوا يدفنون رجلا إذا بهم قد رأوا الغزاة فطرحوا الرجل في قبر اليشع، فلما نزل الرجل ومس عظام اليشع عاش وقام على رجليه. يعني اليشع بيحيي الموتى وهو ميت. هل يسوع أحيا الموتى وهو ميت؟ معجزة أكبر من معجزات يسوع. لماذا لم يعبد النصارى اليشع؟ أيضا بطرس أحيا ميتة. أعمال الرسل 49: فأخرج بطرس الجميع خارجا وجثى على ركبتيه وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال: يا طبيثة قومي، ففتحت عينيها ولما أبصرت بطرس جلست. يبقى بطرس بيحيي الموتى. لماذا لا يعبد النصارى بطرس؟ أيضا بطرس بيشفي مرضى كثيرين بمرور ظله عليهم. أعمال الرسل 5:15 يقول النص: حتى أنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة، حتى إذا جاء بطرس
يخيم ولو ظلوا على أحد منهم. واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة، وكانوا يبرؤون جميعا. يعني بطرس عمل شيء أخطر من يسوع، وهو أنه كان يشفي بمجرد أن ظله وهو ماشي يأتي على المريض. معجزة خطيرة جدا. فلماذا لم يعبد النصارى بطرس؟ هل بطرس إله؟ طيب، بولس أيضا بيشفي المرضى. أعمال الرسل 14:8 يقول النص: وكان يجلس في لسترا رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط. هذا كان يسمع بولس يتكلم، فشخص إليه، وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى قال بصوت عظيم: قم على رجليك منتصبا، فوثب وصار يمشي. فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاؤنية قائلين أن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. يبقى بولس أيضا له معجزة كبيرة، وشفى الرجل العاجز المقعد. وحتى الناس قالت أنها معجزة خطيرة، واعتقدت أن بولس هو الله لأنه شفى هذا الرجل الضرير. طيب، فهل بولس هو الله لأنه فعل هذا؟ هل يجب على النصارى أن تعبدوا لأن بولس فعل معجزة؟ يبقى من خلال هذه الحلقة قلنا إن أنبياء كثيرة جدا عملت معجزات، ومعجزاتهم أكبر وأقوى وأعظم من معجزات يسوع. فإذا كانت المعجزات هي الأصل لدى النصارى في مسألة تحديد الألوهية، فلماذا لم يعبد النصارى هؤلاء الأنبياء؟ إن شاء الله نلقاكم الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.